بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله آل الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون والمؤمنات في كل مكان في العالم بمصاب مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين سيد الأوصياء إمام البلغاء باب مدينة علم النبي علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، بهذه الليلة التي فيها أكبر مصيبة نزلت على قلوب كل محب لأمير المؤمنين، كل محب لله تعالى أولا، لأن عليا هو مشروع الله سبحانه وتعالى. الكلام في هذا كثير. عندي قصيدة قلتها بهذه المناسبة الأليمة بعنوان الخطب الجلل. خطب عصيب مفجع وجليل، كل الخطوب تهون وهو ثقيل. خطب عصيب مفجع وجليل، كل الخطوب تهون وهو ثقيل. الكون منه غدا حزينا، كيف لا تهوي السماء لما جرى وتزول. ها إن أركان الهدى قد هدمت، ها إن أركان الهدى قد هدمت، قد ضج يعلنها لنا جبريل. إذ خضب الشيب المطهر بالدماء الزاكيات وآن منه رحيل. يا غدرة من أمة قد أسلمت كذبا وكانت للنفاق تميل. تركوا أمير المؤمنين لضربة شركوا بها متربص ومحيل. جبنوا بأن يلقوه من وجه لكي يشفوا الصدور، وفي الصدور غليل. فتعاقدوا أن يقتلوه فخاذل جان وعاد والإمام جديل. فتعاقدوا أن يقتلوه فخاذل جان، الذي يخذل هو أيضا من الجنات، وعاد أي المعتدي بالقتل. فخاذل جان وعاد والإمام جديل. وجب العزاء مع الرثاء فإنها غدرت بمولى الكائنات ذحول. الناقمون من الجمال لقبحهم، علي جمال الله في الخلق، الناقمون من الجمال لقبحهم قد ساءهم أن الإمام جميل. والحاقدون على الفضيلة والعلا ضعة، وهل يصفي الوداد رذيل. العاقدون مع الدجى كيدا على محو الصباح، وكيدهم تضليل. يدرون أن مصيرهم لجهنم، خل مع الشيطان هم وخليل. فالشيء منجذب إلى أشباهه، أرأيت قردا للغزال يميل. من عالم الميثاق كانوا زمرة، إبليس فيهم حاكم ضليل. جمعوا لحرب الله كل مكيدة كي يطفئوا نورا له ويزيلوا، لكنهم خسئوا فكل جهودهم عبث وما أغناهم التنكيل. مذ صاح فزت علينا ما أفلحوا، مذ صاح فزت علينا ما أفلحوا أبدا، ولم يغنيهم التقتيل. في كل شارقة وغاربة لنا قبل الأمير وبعده لقتيل. سل باب فاطمة وفيه دماؤها تجري، وزينب ندبة وعويل. سل محسنا غالته عن حنق يد وأدت، فأنكر ما جنت قابيل. والمجتبى المسموم سبط محمد غالوه في جمع الذين اغتيلوا. أما الحسين فجعجعوه وأهله ذبحا وسبيا، هكذا التبجيل. والقاتلون وكل راض فعلهم هم مسلمون وأجرهم لجزيل. ألا يقولون اجتهد أولئك القوم، اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد، ولو اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران. يعني من اجتهد منهم في قتل أو أذية لأي من المؤمنين، وإن كان من أهل بيت النبي وإن كان شخص النبي، فعملهم هذا اجتهاد، ولهم على ذلك الاجتهاد فوق ذلك وإن كان خطأ أجر واحد. أي دين هذا؟ والقاتلون وكل راض فعلهم هم مسلمون وأجرهم لجزيل. عجبا لمن يبكون آل محمد ويخالفون بما أتى التنزيل.
عجبا لمن يبكون آل محمد ويخالفون بما أتى التنزيل. لا يبغضون من أبغض أهل البيت. بعضهم يقول نحن شيعة لأهل البيت، ولكن لا يحملون بغضا لأعداء أهل البيت. يشكون في كفر أعداء أهل البيت وما وصل أهل البيت من أذى وظلم. عجبا لمن يبكون آل محمد ويخالفون بما أتى التنزيل. البكاء مستحب لأهل البيت، البكاء شعيرة عظيمة، لكن بعض الناس يبكي ولا يبرأ إلى الله من أعداء أهل البيت. هل سيجديه بكاؤه شيئا؟ عجبا لمن يبكون آل محمد ويخالفون بما أتى التنزيل. الله يلعن كل طاغية أتى. القرآن مليء بلعن الظالمين. الله يلعن كل طاغية أتى ظلما وهم والظالمون. قبيل يرجون عفو الله وعجباه لو أن التعجب مدرك ومقيل. باعوا البراءة من عدو نبيهم. هل للبراءة منقذ وكفيل؟ هل للبراءة منقذ وكفيل؟ وصلى الله على محمد.